السلام عليكم، اهلا بكم في مطبخ ريتال للاكلات الشهيه. رمضان على الابواب، فقلنا بقى نجهز وصفات الكنافه كده. هنعمل الكنافه البورمه النهارده بطريقه سهله وبسيطه، اقتصاديه. مش ضروري الكنافه البورمه تبقى مختصره على الحشوه بس. وكمان هقول لكم على سر التسويه. معلش صوتي تعبان، عندي برد شويه. بجد بصوا، طريقتها سهله جدا، وفي اقل من في اقل وقت هتطلعي من نص كيلو كنافة بس 2 كيلو من الكنافة البورمة. بجد الطريقة سهلة جدا. شايفين المنظر؟ وكمان هقول لكم على سر التسوية واللون الجميل دوت، وازاي تسويها علشان تطلع معاكي اللون موحد. شايفين المنظر؟ بجد تستاهل لايك. يلا نشوف الطريقة مع بعض. بص يا ست الكل، هنا اول حاجة زي ما اتفقنا احنا في الحلويات بنبتدي نعمل السيرم بتاعنا الاول. هنا 2 سكر، 1.5 مية، عليهم عصير نص ليمونة، عليهم معلقة من العسل الجلوكوز. لو مش متوفر عندك تقدري ان انت تستغنى عنه وتحطي ربع معلقة من الفانيليا، وترفعيهم على النار لمدة 10 دقايق. هنا طبعا يا ست الكل معايا نص كيلو من الكنافة. الكنافة الطرح بيكون نص كيلو. الكنافة دوت بيكون نص كيلو. بيكون لسه طازة، مش متفرزة، لا عايزينها يكون طازة، بحيث ان هي نيجي نبرمها تبقى سهل معانا في البرم بالشكل دوت. وجهزت الصاج بتاعي. الصاج بتاعي بيكونش فيه اي مادة دهنية. بمسك كده طرف من الكنافة او طرحة من الكنافة، وابتدي ان انا افصلها عن بعضها كده، واحاول ان انا افرد الكنافة عن بعضها بحيث ان هي تشرب معايا السوائل او الدهون اللي انا هحطها، بحيث ان هي تبقى الكنافة بتاعتي هشة كده، والسمنة بتاعتي تخش جوه الكنافة بتاعتي وشعيرات الكنافة. بمسكها وبتنيها على بعضها كده. وهنا طبعا حجم الصابع تقدري ان انت تتحكمي فيه. شايفين بيتلف معايا بمنتهى السهولة اهوت. مفيش اسهل من كده. كنافة بورمة بتقيسي على قد الصاج اللي انت بتعملي فيه او على قد الصينية اللي انت شغالة فيها. طبعا علشان الكنافة ما ترجعش مني بستخدم مجين من الشاي، بحيث ان الكنافة ما ترجعش مني او تزحزح كده. هنا انا بسند الكنافة علشان ما ترجعش. بنفس الطريقة بعمل بقية الكمية. بجيب الكنافة بتاعتي وابتدي افك الشعيرات بتاعة الكنافة من بعضها. وطبعا هنا حجم الصابع يرجع لك. حابة ان انت تكبريه كبريه، حابة ان انت تصغريه تصغريه. الكنافة ما بتقفش على وصفات معينة. الكنافة في كنافة بالقشطة، كنافة بالمانجا، الكنافة لها وصفات كتير. والواحد بيبقى محتار في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. فتغيير بقى الواحد بيعمل بيحب ان هو يغير ويشكل. طول شهر رمضان كده بتحب ان الناس بصوا، احنا عندنا في مصر شهر رمضان ده شهر الحلويات. ما ينفعش يوم يعدي من غير ما يبقاش فيه حلويات. زي ما انت شايفة كده انا باخد كده واحط في قلب الصاج بتاعي. بقص على قد الصاج بتاعي بالظبط بالعرض كده. وزي ما اتفقنا ما تدهنيش اي مادة دهنية. الدهون هنحطها في الاخر لما نخلص خالص. طبعا مش هنحاول ان احنا نهدر في الكنافة بتاعتنا. هنحاول. اللي ساعات بتيجي فيه حتت متقطعة بتتقطع مننا غصب عننا كده. بتمسكيها برضو بس بتحطيها في النص وتحاولي ان انت تبرميها. ما تخافيش، هتطلع الكنافة معاكي 10 على 10 وكلها متساوية، ومش هتفرقيها عن بعضها. بنفس الطريقة كده تمسكي الطرف وتبتدي تبرمي. هبتدي ارجع المجات بتاعتي. بنفس الطريقة بفضل شغالة كده. على فكرة سهلة جدا، تقدري ان تعمليها في اي وقت. اهوت باخد الطرف او الطرحة بتاعتنا بتاعت الكنافة. ابتدي ان انا بصي عايزاكي تفرديها من بعضها كده علشان السمنة لما تيجي تحطيها تتغلغل جوه الكنافة بتاعتنا بالشكل دوت اهو، بمنتهى السهولة. وكمان هقولك على سر التسوية اللي تديك اللون الذهبي الجميل. اللون اللي هو من فوق زي من تحت كده، اللون بتاعها بيبقى حلو جدا.
بنفس الطريقة انا عايزة اهم حاجة بس تفردي الكنافة علشان السمنة بتاعتك تتغلغل جوه الكنافة. هنا طبعا بعد ما بخلص خالص بقى بيكون مجهزة كوباية من الزبدة، بيكون مسيحاها علشان انزل على الكنافة بتاعتي بنفس الطريقة اهو زي ما اتفقنا. طبعا انا خلصت الكمية هي طبعا انا زي ما قلت لكم بيكون مجهزة كوباية من الزبدة، كوباية من الزبدة، معلش صوتي تعبان. وببتدي انزل بقى بالفرشة بتاعتي كده على الكنافة. اهم حاجة بس تعملي طبعا بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده، بفضل ادهن بالفرشة بتاعتي لغاية ما اشرب الكنافة بتاعتي الدهون كلها، واحاول ان انا اغطي الكنافة بتاعتي من فوق، علشان هنا عشان انتي لو غطيت الكنافة كويس من فوق بالسمنة هيكون طبعا الكنافة بتاعتك هتاخد اللون الذهبي. طبعا هنا انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، مشغلة من فوق ومن تحت، ده فرن كهرباء. لو فرن البوتاجاز بتشغلي من تحت الاول لغاية اما اللون يبقى ذهبي كده وترجعي تشغلي الشواية. طبعا دي شكل الكنافة بتاعتي اهيت بعد ما طلعت. طبعا ده السيرم بتاعنا اهوت، السيرم بيكون بارد والكنافة بيكون لسه طالعة من الفرن. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي اسقي السيرم بتاعي. هنا الشربات بتاعي بيكون تقيل بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. هنا الكنافة بتاعتي شربت السوائل كلها زي ما انتوا شايفين كده، وشايفين ما فكتش من بعضها اهيت. وكمان هوريكم لما نيجي نقطعها الكنافة بتاعتنا حلوة قد ايه. شايفين بتتقطع معايا بمنتهى السهولة اهيت. شايفين اصابع الكنافة مش مفرولة ولا اي حاجة، بتتقطع معانا بمنتهى السهولة. شايفين المنظر؟ بجد حاجة كده لذيذة جدا، بجد تستاهل لايك. شوفوا بقى من نص كيلو كنافة بس واحد عملنا 2 كيلو من الكنافة البورمة بطريقة سهلة وبسيطة، وتقدر ان انتي تقدميها لضيوفك كده حلو فاخر من الاخر. بجد تستاهل لايك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. بجد شايفين المنظر؟ شايفين الكنافة بتاعتنا مقرمشة جدا؟ شايفين المنظر؟ هي بتتكلم عن نفسها مش محتاجة كلام. بجد شايفين تحفة، بجد حاجة كده واو. لايك لايك لايك.